تخيل جيش إسلامي واقف في قلب فرنسا. أيوة زي ما بقولك كده، على بعد 200 كيلو متر بس من باريس. الجو تلج والمنطقة غريبة، والعدو متجمع بكل قوته تحت قيادة شارل مارتل. في وسط الظروف الصعبة دي كان في قائد استثنائي، رجل جمع بين هيبة القادة وزهد العباد. بطلنا ده ما كانش بيدور على ملك ولا غنائم، كان حلمه إن صوت الأذان يوصل لأعماق أوروبا. قدر يوحد صفوف المسلمين في الأندلس بعد فتنة كبيرة، وانطلق بيهم في واحدة من أجرأ المغامرات العسكرية في التاريخ. احنا بنتكلم عن القائد اللي خاض معركة بلاط الشهداء أو تور بواتيه، المعركة اللي المؤرخين الغربيين نفسهم بيقولوا إنها غيرت وجه العالم. بطلنا فضل يقاتل لمدة 10 أيام متواصلة في أرض المعركة، وكان بيتحرك بين الصفوف كأنه جندي بسيط، يشجع ده ويثبت ده. وفي اللحظة اللي كان النصر فيها قريب جدا، حصلت خلخلة في الصفوف بسبب الطمع في الغنائم، وبطلنا وهو بيحاول يلم الشمل ويسد الثغرة، أصابه سهم غادر وقعه من على خيله شهيدا. بطلنا ده كان تلميذ لصحابة كبار، وكان معروف عنه إنه مستجاب الدعوة وطاهر اليد. ورغم إن المعركة انتهت بانسحاب المسلمين، إلا إن شجاعته خلت اسم الغافقي يفضل محفور في كتب التاريخ الأوروبي كأخطر وأعدى القائد واجهوه. كان بيقول دايما إن النية هي سلاح المؤمن الأول، ولولا استشهاده في اللحظة دي كان زمان خريطة العالم النهاردة مختلفة تماما. قيل عنه إنه كان بيمثل النموذج المثالي للقائد التابعي اللي بيجمع بين الصلاة والجهاد وبين العلم والعمل. سقط شهيدا في أرض المعركة، وسميت بلاط الشهداء لكثرة من استشهد فيها من خيار المسلمين، وفضل هو الرمز الأكبر للتضحية في سبيل الفكرة. والبطل ده هو عبد الرحمن الغافقي. ده جزء من تاريخنا الحقيقي. اشترك دلوقتي عشان تعرف باقي قصص الأبطال اللي غيروا العالم.